مش كل عقار بينفع لكل مستثمر، وده لأن ببساطة الاستثمار في العقار السكني على سبيل المثال بيكون أكتر استقرار، ولكن العائد بتاعه بيكون أقل، وده لأنه بيستهدف الأسر والعائلات علشان ييجوا يسكنوا عندك. لكن الاستثمار في عقار تجاري بيجيب دخل أكبر، ولكن نسبة المخاطرة بتكون فيه أعلى لأن أنت بتستهدف براندات أو شركات كبيرة تيجي إنها تستثمر أو تأجر أو تكون متواجدة في المكان بتاعك. فوارد إن أنت تتأخر شوية في إن أنت تأجره، وده لأن تشغيله مرتبط شوية بحركة السوق والأوضاع الاقتصادية، ولكن الأكيد هو إن العائد فيه بيكون أكبر. فاللي أنا عايز أقوله لك دلوقتي إن أنت ممكن تستثمر في عقار سكني أو تجاري، ولكن المناسب ليك هيكون هو اللي بيناسب الاستراتيجية بتاعتك. فلو عايز عائد مستقر ومضمون أكتر خليك في السكني، ولكن لو عايز عائد أكتر مع نسبة مخاطرة أعلى ممكن تبص على التجاري. ولو عايز تعرف إيه العقار المناسب ليك ولاستراتيجيتك ولأفكارك وتقدر تحقق منه أكبر استفادة كلمني.